السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير عليكم جميعا. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا داخلين على اجازة اخر السنة، وطبعا الاجازة بتبقى حوالي شهرين 3 شهور بالنسبة لكم يا اللي خلصتوا امتحانات. فانا الفترة دي بتكون بالنسبة لي فاضية تمام، يعني لو نزلت لي ساعتين 3 المستشفى بس اتعلم، باقي اليوم بيكون فاضي. فبحاول ان انا اشغل نفسي بحاجة. فجيت الاجازة اللي فاتت ما عرفتش اشغل نفسي في حاجة مفيدة، فحسيت ان انا طلعت من الاجازة دي بولا شيء تمام. فبحاول بقدر الامكان ان احنا في الاجازة اللي جاية دي ان شاء الله نحاول نستفيد من اي حاجة بقدر الامكان. فطبعا دورت وبحثت على اليوتيوب والكلام ده، فلقيت افضل حاجة احنا نضيع فيها وقتنا، وهي مش تضييع وقت، افضل حاجة نستغل فيها وقتنا، وهي قراءة الكتب. فقلت ليه ما اروحش اجيب شوية كتب كده نقرأها. وطبعا بقى فضلت اسكرول كده وابحث على اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده، اشوف افضل الكتب اللي احنا نقرأها. فلقيت معظم الناس مجمعة على كام كتاب كده، فقلت ان شاء الله هجيبهم، بس برضه هروح اشوف شوية كتب انا يعني نستكشفها زي ما احنا بنقول. فيلا نروح المكتبة ونشوف شوية كتب، يعني على حسب اللي هنلاقيه. في مكتبة كده في الزقازيق عندنا، يعني بقالها من أول عيد كده عاملة عروض، فهنروح نشوف العروض دي عاملة ايه. لو عجبتنا هنجيب منها، ما عجبتناش هنجيب كام كتاب كده وايه ونستكفي بيهم. وطبعا هتلاقيني كده جاب 3 4 كتب 5 كتب بكتير عشان نقرأهم، علشان لو انت كترت الكمية مش هتقرأ اصلا. هتلاقي قدامك كده حاجات كتير، فهتتشتت مش هتعرف تقرا. لكن انت هات لك مثلا 4 كتب 5 كتب، خلصهم وخد معلومات اللي فيهم، وظبط الدنيا اللي فيهم كده وخلصهم وجيب غيرهم. فدي برضو معلومة مفيدة، ان انت قبل ما تجيب كتب لازم تكون عارفها، يعني تجيب حاجة بسيطة هتخلصها تجيب غيرها. بس كده، يلا بينا نروح قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. احنا ان شاء الله هنقابل شخص جميل جدا، يعني الراجل ده عامل قناته من زمان، بس ما شاء الله عليه يعتبر محتواه زي محتوايا. فالقناة بتاعته بدأت تتشهر مع القناة بتاعتي، يعني احنا ما وصلناش برضو 10,000 حوالي زي كده مع بعض. فالقناة بتاعته ظهرت لي ودخلت كلمته، ولحسن الحظ طلع من الزقازيق من جنبي. فكلمته واتعرفت عليه وقلت نتقابل النهاردة، لسه أول مرة أقابله. فهو أعلم مني في الزقازيق، فقلت أقابله ونجيب الكتب مع بعض يعني ونلف شوية في الزقازيق. الراجل ده بيقدم محتوى برضو كويس، 100 يوم تغيير من الصفر، وبيعمل برضو ستادي ويز مي. يعني ادخلوا تابعوه هتستفادوا منه جدا ان شاء الله. يلا بقى نروح نقابله ونشوف مين الراجل الجميل ده. هو اللي هناك ده
بس الكاميرا حالتها حالة معلش. ما انا جيت ولفيت عشان كان في راجل واقف هنا بال الحلاوه دي بقالنا ساعتين بنلف على اي حاجه فتح. احرقتينا يا زقازيق والله. عارفين دكتور ابراهيم؟ لا دكتور ابراهيم اللي كلمتكم عليه من شويه. أنا لا مش اكيد مشهور زيك. لا مشهور، احنا زي بعض نفس العدد في القناتين. فزي ما قلت لكم كده في بدايه الفيديو، الشعب لسه سبسكرايب. ادخلوا اعملوا سبسكرايب ايوه واشتروا كده وقولوا متابع كريم الشيخ. ان شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب. طب ايه طيب اللي ساقع عنك؟ مانجا. مانجا في برتقال ساقع؟ لا طب خلاص مانجا ماشي. نور هنا. نورك يا جيم. نار الزقازيق. بص عشان كده بقول لك عايز اجيب كاميرا عشان ايه؟ لا بس ان شاء الله الموبايل صورته واضحه. صورته جميله. هو عايز بس اضاءه عارف انت لو بصيت هنا تحس ان تحس ان ده افضل عشان ده اوسع. عشان شاشه الكاميرا دي اصلا ما بتديش صوره اتش دي. بتديش صوره يعني هي بتطلع الصوره خلاص، انت تشوف بس كده وبعد كده بالظبط عشان تشوف نفسك. انت بتمنتج على اللاب ولا على على التليفون؟ اللاب. لا انا بمنتج على التليفون. مش على التليفون. الكاميرا موجوده. انت واقف كده ليه؟ بس واقف انتباه. عامل زي ما كنت بتتعامل دلوقتي. ايوه كده. ايوه خد ودي فاهم. انت مالك كده صحيح؟ هي ما دي تتكسفش. أزمة ان انت تيجي تصور حد ف في كاميرا في حاجه غريبه. ربنا يبارك فيك. الشغل بتاعنا فلوجات وكده فلازم الكاميرا تبقى واسعه، انما كده بقى هي كويسه بس لازم تعمل كده عشان تجيب الايفونز دلوقتي هي اللي واكله الجو هنا. طبعا احنا حظنا ان احنا رحنا لقينا المكتبه قافله، يعني هم المفروض قايلين لنا ان هم بيفتحوا الساعه 10، فضلنا مستنيين الساعه 11 برضه ما فتحوش. فالنصيب ان احنا ما نجيبش النهارده. فالدكتور ابراهيم كتر خيره وقال لي هجيب لك كتابين كده تقرا فيهم لحد ما ارجع من اسيوط الاجازه، يعني الشهر ده لحد ما اخلص امتحانات واخلص كده واجيله ان شاء الله نبدا ان احنا نروح تاني ونجيب الكتب اللي احنا عايزينها. فمش عارف بقى الفلوج ده هنزله ولا مش هنزله، يعني هحاول ان انا انزله برضو واقول لكم على كام كتاب اللي انا كنت ناوي اشتريهم، بس ما حلفنيش الحظ ان انا اشتريهم النهارده. ف استنونا. لا ولا يهمك. بسم الله. اتفضل عشان ما تقولش ان انت تعال من غير ما انا لسه بقول لهم اهو، بقول لهم النصيب ان احنا ما نشتريش النهارده، بس الدكتور ابراهيم قال لنا هنجيب لك كتاب تقرا فيه، بس ما شاء الله ان شاء الله هتحب الكتب دي. الرحيق المختوم سيرة. المجريات ابراهيم السكران. اللي كنت سمعت عنه، يعني ده من احسن الكتب اللي بتفيدك كشاب مسلم معاصر اليومين دول. الطريق الى القرآن ده كتاب بقى ياخدك في عالم تاني، وعلو الهمة عشان بقى تذاكر وانت همتك عليه. ان شاء الله بقى نقرا فيهم الشهر ده كده لحد ما ربنا يكرمك بيهم ان شاء الله. شكرا يا عم ابراهيم. على ايه بس؟ الله يبارك لك يا حبيبي. الله المستعان. انا والله سعيد انا قابلتك. انا سعيد جدا، انا اسعد. الله يبارك لك يا هيمو. وان شاء الله يعني اخلص بس الفتره اللي هي بتاعت الامتحانات دي وبعد كده ايه ان شاء الله نرجع مع بعض على طول ونتقابل على طول ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا عم ابراهيم. وصلنا بالسلامه. زي ما قلت لكم كده رحنا لقينا المكتبه قافله، يعني هي يعتبر المكتبه الوحيده اللي في الزقازيق كبيره وكانت عامله عروض، يعني ابراهيم بيقول لي هي غاليه شويه بس هي كانت عامله عروض ومنزله على الصفحه بتاعتها والجروبات بتاعتها ان هي فيها عروض وكده، فقلت اروح اشوف الكتب اللي انا محتاجها فيها، يعني ممكن نجيب كذا كتاب منها كده. فالمهم انا يعني رحت بدري شويه، كان ليا ميعاد هناك يعني في المستشفى، فروحت وقلت احود على هناك بالمره، فلقيناها قافله واجلنا يعني الموضوع شويه. فابراهيم قال لي يعني بدل ما
تفضل الشهر ده ولا حاجة طالما انت مسافر، خد لك كتابين من عندك اقرأ فيهم شوية لحد ما نبقى نشتري. فابراهيم الله يبارك له يعني كريم بزيادة، كريم بزيادة قوي يعني. اداني 4 كتب، يعني 4 كتب ما شاء الله. فبشكرك يا هيما، وادخلوا اشتركوا في قناته، عايزين نوصله 10,000 مشترك اليومين دول. فجزاك الله خيرا، وان شاء الله اخلصهم ونروح نجيب شوية بقى علشان الاجازة هتطول معانا، فنلاقي حاجة نقرأها فيها. ابراهيم اداني شوية الكتب دول وقال لي كويسين اقرأهم. الطريق الى القرآن ابراهيم السكران، وبرضه الماجرايات بيقول لي كويس جدا برضه بتاع ابراهيم السكران، وشكله بيحب ابراهيم السكران. وعلو الهمم او علو الهمة بيقول لي ده كتاب جميل جدا، فمحتاج مني شهر عشان اقرأه، فمش هبدأ بيه طبعا دلوقتي. والرحيق المختوم في السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبرضه محتاج ان احنا نقسم الدنيا. فهنبدأ مثلا بالطريق الى القرآن، ده نحاول ان احنا نخلصه الاول، يعني حاجة بسيطة كده عشان نبدأ بيها وما نكسلش في نص الطريق. وطبعا معاها هنبدأ بالرحيق المختوم نخلصهم، وبعد كده ندخل على الباقي دول ونخلصهم، ولو خلصناهم نجيب غيرهم. انا معايا شوية تحت هنا في المجموعة الثمين وكلام، يعني شوية كتب برضو كنت جايبها بس ما قرأتهاش، فنحاول ان احنا نخلصهم في الاجازة دي ان شاء الله. بس كده، انا كنت نفسي ان احنا نتجول في المكتبة ونشوف شوية كتب، يعني ان احنا نقرأها ونشوفها جديدة، يعني غير اللي الناس بتتكلم عليها، ان احنا نستكشف. ف خير ان شاء الله. المرة الجاية لما هنروح بالليل بقى على كل مكتبة اكيد فاتحة، ونشتري منها اللي احنا عايزينه. بس كده يا غالي، اتمنى تكون استفدت حاجة من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.